يا صباح الخير أو مساء الخير، يا رب يكون كل أوقات بخير. طيب، في آخر فيديو يا شباب اتكلمنا عن، يا رب تكونوا بس سامعيني كويس. في آخر فيديو اتكلمنا عن إكسل في حتة النقطة اللي هي لو استخدمنا طبعا حاجات خاصة بالستاتستكس زي المين والافريج. طبعا المين هي الافريج. مش هتلاقي فانكشن للمين، هتلاقي فانكشن افريج اللي هي مجموع الأرقام على عددها، وهتلاقي فانكشن للسم وكاونت ايه، وايه الفرق ما بين كاونت وكاونت ايه، كاونت ايه بتاعس وكاونت حاجات الارقام والى ما اخره. ففي الفيديو ده هنتكلم ببساطة عن في لوك اب، وانا استعداد ملف يعني لحد ما يجهز عشان اوضح لكم على طول، عشان نبدا على طول في ايه، في بقيه الداشبورد، ونبدا ان احنا نعمل كليننج للداتا ونجيب داتا فروم ذا سكراتش، ونحاول ان احنا نفهم كده مع بعض الكلام بيقول على ايه، لان احنا مش عايزين نعرف كل حاجه. طبعا اكسل هو يعني هو حاجة إحصائية، فهو هتلاقي حاجات كتير جدا انتوا الاكسل. فواحدة واحدة انت بتخش، واحدة واحدة بتقرأ كتاب، واحدة واحدة ممكن مثلا نعمل سيشن نقرأ الكتاب فيها، فنشوف مثلا نتطلع على فانكشن أخرى، جاست تطلع أو حاجة زي كده. ولكن انت مش محتاج تعرف كل حاجة، ده الأكيد. ولكن محتاج ان انت تكون ادابت، ان انت تتعلم اكتر. تمام. فخلينا نخش نبدأ على طول عشان مطولش عليكم. آه، تمام. احنا دلوقتي الفانكشن دي هنتكلم عن ايه، او هنتكلم على ايه في اول فانكشن عندنا؟ هنتكلم على في لوكاب. طيب، دي يعني احصائيا احنا مش بنستخدمها كتير جدا، سوري، كداتا اناليسيس. يعني ما افتكرش ان هي عدت عليا خالص، ولكن هي مهمة لحد خاص بالفاينانس، او حد خاص مثلا مع داتا مصنع او حاجة زي كده، فعايز يجيب حاجات ريليتد ببعض. ولكن احنا ممكن بنعمل بيفيت تيبل مش عارف ايه، ففي اكتر من طريقة تانية. خلينا نخش هنا على طول. يعني هنا مثلا، هنا جايب لك الشيت تاني، مثلا جايب لك البرايس مش عارف ايه. احنا ممكن نجيب ده حاجة زي كده بيفيت تيبل، ولكن علشان نشرح المثال يعني، فاحنا عملنا الشيت ده. فخلينا نقول مثلا ان احنا الاول بنكتب ايكوال عم تساوي في لوك اب. طيب، لما بنيجي نعمل في لوك اب بيقول لك، بص بيقول لك انت عايز تشوف اي فاليو، لوك اب فاليو. هاجي اقول لك والله انا عايز اشوف شيدي، ده برودكت نيم مثلا. طيب بقول لك بص على التيبل اري، التيبل اري والكولوم اندكس نمبر. طيب التيبل اري تعمل هنا مثلا، وبنيجي نروح عند الشيت الاولاني اورد. طيب ايه التيبل اري؟ التيبل اري ده اللي هو التيبل قدامنا، فانت في لوك اب فاليو بتختار بدايه من هنا، ادي برودكت نيم اللي احنا اخترناه عشان يفهم ان هو دي الفاليو. ونعمل كده اهو مثلا، طبعا على حسب انت ممكن تختار ده، بس انت تدور على يونت برايس، بس انا هختارهم كلهم يعني مفيش مشكله. واعمل كنترول شيفت، كنت شيفت كنترول، وهننزل لتحت، وهنطلع هنا فوق، وهتعمل اف 4. طيب ليه اف 4؟ هفهمكم، بس تعالوا نخش دلوقتي على طول هفهمكم على طول كل حاجه. تمام. تعالوا كده طيب، طب خلينا كده نشرح المثال الاولاني ده. طيب، آم، هنا مثلا كل اللي احنا عملناه ان احنا جينا عملنا في لوك اب مثلا، ولما عملنا في لوك اب انت هنا ثبته. طب ليه ثبته؟ علشان يعمل لك ريتيرن مره تانية لنفس يعني. انتوا لو بصيتوا مثلا، لو بصيتوا هنا مثلا في علامه الساين دي بتدوس اف 4، تمام؟ ف اف 4 اوكي. فلما بتدوس اف 4 هو بيعمل لك ليه؟ طيب علشان انت تفهمه ان انت والله انا كل مره عايزك ترجع نفس التيبل. مثلا انت لما بتيجي تسحب هنا مثلا، هو مش عارف هو حقيقة ليه جايب لي هنا مشكلة، لكن هنعرف دلوقتي مع بعض، وأي مشكلة قابلتنا فنعرف. A9. طيب خلينا كده نرجع للفانكشن الأساسية بتاعتنا.
احنا المفروض دلوقتي هنعمل في لوك اب مثلا. تمام. وبنختار الحاجة اللي زي كده A9 مثلا. هنا التيبل array كده، تعمل F4 طبعا. اه تمام، هو يعني مش عارف. اوكي. آه تمام، يعني احنا نفس الفكرة. فخلينا كده نكمل يعني. تعالوا كده. اوكي تمام كده اشتغل. تمام. خلينا كده. فهنا انت لما بتيجي تعمل فيكسد تيبل او حاجه زي كده، ده بيساعدنا بزياده ان احنا يعمل لنا ريتيرن على نفس التيبل مره تانية من غير ما يتحرك. ليه؟ لان انت لما بتدوس هنا دي كانت جي 3، دي بقت جي 4، دي بقت جي 5 6، هتروح هنا فوق، تروح هنا شيء. اوكي. والى ما اخره. فاذا هو هنا بيزود واحد تلقائيا من نفسه لان هو بالنسبه له. لكن احنا عايزينه يبقى على نفس التيبل، على نفس الفريم بتاعه. اوكي. عشان لما تيجي تطلب منه حاجه مثلا، هي في الكولوم الاولاني هنا تبقى رقم 7 مثلا او حاجه زي كده، فهو نزل. يعني خلينا كده نعملها مثلا عشان اوضح لكم برضك المثال اكتر. تعالوا نعملها من غير ايه، من غير من غير فيكس. تعالوا كده. ماشي، احنا اخترنا اهي. اوكي. كده احنا ما عملناش اي حاجه، يعني ما عملناش، ما ثبتناهاش. الكولوم اندكس 2 0 هيجيب لنا اول واحده هي بس اللي صح. طب تعالوا ننزل كده. طيب احنا نزلنا وشفنا. فانت هنا مثلا لو جينا قرانا الفانكشن اللي فوق هنا، لو جينا قرانا، تعالوا نبص عليه. اوكي. لو جينا قرانا الفانكشن اللي فوق دي، بيجي يقول لك ان هو عايز اللوك الفاليو اللي هي موجوده في A5 من التيبل اللي اسمها old. التيبل من A6 مثلا لغايه I 72. الكولوم اندكس رقم 2 طبعا الماتش ونوت ماتش 0. 0 معناها اللي هو لا انا مش عايزها تبقى ماتش خالص. لو اخترنا واحد بتبقى اختارها the most closest، اقرب واحد ليهم. يعني ممكن يكون مختلف حرف او حرفين مثلا او حاجه زي كده. فعادة اعملوها 0 لان احنا عايزين عاده الفاليو يكون accurate. هنا هتلاقوا بقى ايه بقى، بقول لك من 72 ل 73، هنا ل 74. يعني اهو ايه 8 74. فاذا بدأ يرحل خليه. هو احنا مش عايزين حاجه زي كده لان التيبل عندنا فيكسد، فاحنا مش عايزينها. فاتمنى تكون حاجه الحاجه زي كده واضحه. هنا بقى اعمل لكم ايه. يعني بصوا هنا بقى بنستخدم اف ايرور مثلا. وبنقول طب لو هي لو طلعت حاجه وانا مش عايز مش عايز العلامه دي. يعني مش عايز ان ايه مثلا، not noun، او مش عايز حاجه، انا مش عايزها كده. لا، فكل اللي انت بتعمله ان انت بتختار اف ايرور، بتكتب فانكشن اف ايرور. وبعد كده بيقول لك الفاليو اللي احنا مثلا احنا عايزين لما نيجي نعمل فوق في لوك اب مثلا اهي. خلينا مثلا نعمل حاجه زي كده. تيبل الاقي نرجع ورا، ننزل كده. مننساش ان احنا نثبت التيبل. بنختار ايه، بنختار الكولوم رقم 2، احنا عايزين مثلا برايس. نعمل لا. تمام لغايه الان تمام. تعمل بقى هنا بيقول لك الفاليو اف ايرور. طب انت لو قول له يا سيدي انت محتاجها ايه، باجي اقول له والله قول لي مثلا not much. not much. فتيجي هنا مثلا not much value. yes. بس شفتوا. فهنا هي كانت نوعية يعني زي بس لو نزلت هنا مثلا
not much for you. اوكي، خلينا كده نعيدها مرة سوا تانية كده مع بعض. if error VLOOKUP مثلا. انت ممكن تعمل حاجة بس يعني انا كنت هاجي اقول لكم اعملوا كده. تعالوا واحد كده نجربها، انا لسه مفتكرها انا بتكلم معاكم دلوقتي. not found مثلا. فانا الحقيقة مش عارف ايه اللي هيتم، ولكن خلينا ايه. او واو، اشتغلت. اوكي، انا جربتها معاكم. فبصوا انتوا جبتوا ايه، بتجيبوا الخلية اللي هنا. الخلية اللي هنا. الخلايا اللي هنا كده كان موجود فيها الكود او موجود فيها الفانكشن اللي انت كتبتها. فانت طلعت على الفانكشن ده، لو مش موجود بنفس الفورمات او مش موجود بحاجه زي كده، اعمل لي it's not found. انا طبعا عشان كتبت not found، طبعا ممكن تختار اي حاجه انت عايزها. ولكن يعني الموضوع سهل عادي جدا. يعني هي المفروض ببساطه كبيره جدا تكتبها بالطريقه دي، تعمل لها ساين وبعد كده اتنين كزيرو not found in case ان هي not found. طب يا مكاري، انا عايز اعملها من الاول. خلينا نعملها سوا من الاول ولا اي مشكله. اهي في لوكاب مثلا. تعالوا مثلا هنقول احنا عايزين يعني خلينا نقول مثلا اوكي، يعني او خلينا زي ما احنا، لان عايزين حاجه تبقى مور لوجيك. آه تمام. احنا لغايه الان كده اوكي. لا، هي احنا كده ما كتبناش ال A5 table array يعني هنا. تمام. 4 احنا عايزين يكون nothing. لو مش موجود احنا عايزينها ايه؟ عايزين يقول لي nothing مثلا. وكده اهو. تعالوا نشوف. اوكي كاشر. فاحنا كده برضك ايه، جبناها from the scratch مع بعض. كده احنا شرحنا ايه؟ شرحنا اف ايرور مع بعض. طبعا احنا شرحنا قبل كده اللي هي اف لوحدها. اف ببساطه كبيره جدا هي اللوجيك اللي انت بتستخدمها، لو ده صح يديلك نتيجه كذا والى ما اخره. فيا رب ان انت تكونوا شفتوا الفيديو اللي فات. اف ايرور وكمان في لو اب. حلو. حلو. آه طيب ايه تاني ممكن مثلا ان احنا نشرحه؟ في حاجة بخصوص بقى السهم ذات نفسه. دي حاجة حقيقة انا ما كنتش عارفها، ولكن طبعا هو العلم ينتفع منه من الآخرين، فهو كان دكتوري. انا كنت في مبادرة برضك شرح لي حاجة زي كده. آه انت قدامك ثلاث اشكال للماوس بتاعك. يعني شايفين الماوس اهو. في شكل بيبقى كده مثلا اهو، اللي هو الشكل العادي بتاعه يعني. وفي شكل بيبقى بيجي كده لما بتيجي عايز تسحب حاجة من مكانها. يعني انت عايز تسحب حاجة من مكانها، فبتيجي هنا اول ما يجي يعمل علامة الصليب دي تروح عامل كده اهو مثلا. تمام. آه طيب في ايه تاني مثلا؟ في اللي هي العلامة اللي هو يكون نفس الشكل ده عند الراس، او الشكل ده بس بيكون برد شوية. تمام. راح عامل كده اهو، تلاقي عمل لك اللي هي الفيلم. تمام. فاذا في ثلاث اشكال لل لل للماوس بتاعك. تمام. الشكل العادي الطبيعي ده اللي هو البلاد بس يكون ابيض. في الشكل ده لما يكون يكون منحوت كده شويه ويكون شكله الشكل الاسهم دي اللي هو الاسره مثلا. وفي الشكل ده. طيب دي ليه؟ علشان تكون فاهم اللي بيتم وانت ايه، وانت مثلا بتستخدم ولقيته مثلا اختلف او حاجه زي كده. طيب تقريبا كده. طيب ممكن نشرح ايه تاني؟ طيب طبعا انت في حاجات خاصة بالستاتستكس عندها عاملاها الشيت مثلا. بان هي تلقائيا هنا مثلا جينا عملنا السمز. انت هتلاقي اصلا في انا تعالى. انتوا هنا هتلاقوا مثلا السم اصلا والكاونت. يعني بداية من هنا انتوا هتلاقوا السم والكاونت من غير اي ايفورت. فانتوا مش محتاجين بعض الحاجات ان انتوا لو عايزين تجيبوا السم تعملوها. لا، انتوا ممكن تدوسوا على الخلية من هنا
وبيجيب لك السم والافريج اللي هو المين والكاونت. تمام. طيب، دلوقتي تقريبا كل حاجة واضحة. آم، طيب، خلينا كده نقول مثلا لو احنا عايزين نبدأ ان احنا نعمل حاجة مثلا، آه عايزين مثلا حاجة زي كده تبقى كرنسي مثلا. اللي انت بتعمله بتدوس عليها. طبعا انت في التاب الخاص بتاعتهم بيبقى في حاجة اسمها جن، لا انت بتخليها مثلا كرنسي. تمام. طبعا بتدوس عليها كده. سوري، ممكن اوكي، لا لازما. ماشي، ممكن نعملها كده اهو. طبعا اخترت كرنسي شبابي لانك كتبت ريسبونس. اوكي، والى ما اخر. طبعا بتدوس اهو بيعملها لك، بيغير لك الشكل. تمام. نرجعها زي ما هي. فاحنا كده طبعا دي التايب بقى. ممكن تغير بقى التكست لو انت مثلا عايز تدخل رقم كأنه تكست، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. رقم ده تكست مثلا، أنا بكتب حاجة او مش عايز مثلا الداتا تكريت كأنها تكست، كأنها رقم مثلا لأسباب معينة. فكل اللي انت بتعمل عليها ان هي بتدوس على تكست هنا. ف هنا بس. اوكي. آه على ما اظن كده يعني احنا ادينا يعني. طبعا عندك هنا بقى حتة الديزاينز والسلايزر وكل الحاجات دي هنخش فيها المحاضرة الجاية على طول. والبيفوت تيبل شرحته قبل كده. الاركتشرز والشيبس والايكونز دي هنخشها مع بعض. البلاي اوت اي جس برضك مش محتاجة ان هي يعني ما اللي هي حاجات خاصة بالكولر وكده. ودي هنخشها برضك المحاضرة الجاية مع بعض. احنا عايزين نشوف حاجة ممكن ان هي. طيب. آم، اوكي. طيب خلينا كده نخش مع بعض كده على حاجات خاصة كده بسرعة. في أول حاجة، حاجة اسمها إيه في الداتا اللي احنا هنستخدمها في الداتا كليننج. لو انت اتفرجت على فيديو خاص بالداتا كليننج، أنا قلت لكم على حاجة اسمها من ضمن الخطوات البري بروسيسنج للداتا بتعمل ريموف دوبليكيتس. طبعا هنا بيعملها لك يعني. احنا أصلا هو في فانكشن. اوكي، بس هي مش موجودة هنا، موجودة على الباور بي اي. انت هنا كل اللي انت ممكن تعمله انت يعني حرفيا تيجي تعمل كده اهو، كده اهو. وتشيل مثلا تقول له يعني بليز اعمل لي ريموف دوبليكيت. ولما بيجي يقول لك ريموف دوبليكيت بيقول لك ميك شور ان الكولومز اسمهم اي دي برودكت نيم يونت برايس اون ستوك واون اوردر. فبتيجي تقول له يس. طبعا لو انت عايز تلغي حاجه منهم، انت مثلا في اي دي مثلا عارف ان هو متكرر وفي نفس الوقت انت محتاجه لاسباب معينه، فبتشيله عادي جدا. يعني بعمل له كده اهو بشيله، بعمل اوكي، فيجي يقول لي not duplicate values here. فبقول له تمام، شكرا جدا ليك. آم، طيب، على ما اظن كده. طبعا هنا لو انت عايز تكريت فلتر زي ما قلت لكم بنعمل تيبل، آه، بنعمل فورمات تيبل. وبنبدأ ان احنا نكون لنا عادي جدا فلتر، او بندوس على فلتر هنا وبنجيب لنا فلتر. على ما اظن تقريبا ده كل حاجة محتاجين تعرفوها لغاية الآن قبل ما نخش على الداشبورد. طبعا في فانكشن تاني، في فانكشن اكس لوكال، في فانكشن سم ايفز مثلا. في فانكشن يعني انت اصلا لو عملت كده اهو مثلا ممكن تلاقي، بص يعني في تشارت، في كلين، في كود، في كولوم، في فانكشنز كتير جدا 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 جدا. الاهم من ده كله ان احنا بنكون عارفين امتى نستخدم ايه بالظبط. فميك شور ان انت تكون عارف انت عايز ايه من الداتا او محتاج تطلع بايه بالظبط. طب هل انا محتاج ان انا اعمل لهم مثلا كومبانيون، وان انا اعمل لهم ميرج مثلا مع بعض. او في مثلا مسافه بينهم، فبستخدم فانكشن اسمها ترين مثلا، هي اللي هي دي اهي. ودي فانكشن مهمه جدا برضك. طب هل انا مش عارف عايز اعمل حاجه معينه مثلا بالارقام والى ما اخره. ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. واتمنى ما تنساش لو الكورس عجبك او المحتوى عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب. وفي نفس الوقت انا في الفيديو ان شاء الله الجاي هعمل فيها داشبورد هنعملها سوا فروم ذا سكراتش. نحاول ان احنا لو يسر الامر ان احنا نجيب داتا مع بعض، بدايه ان احنا ازاي بنجيب داتا،
يعني ما تنساش اول والاخير، الهدف الاول والاخير ان احنا بنعمل حاجات خاصه بالداتا اناليسيس، محتوى الداتا اناليسيس. فمهم جدا ان حاجه زي كده ان احنا نعملها سوا. فيا ريت لو مهتم ما تنساش ان انت تفعل كورس اشعارات عشان تتفرج معايا على الكورس الجاي، نذاكر مع بعض، نعمل داشبورد مع بعض. شكرا جدا ليكم، ويا رب تكونوا دايما بخير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام.